اليوم جبت لكم وصفة من الزمن الجميل. كما يقولوا الجديد حبه والقديم ما تفرط فيه. قاطو بساط الريح ولا صب الرشراش ولا المبروشة، كل منطقة كيفاه تسميه. يجي خفيف ويدوب في الفم. تبعوا معايا الوصفة وطريقة التحضير. عندي 3 بيض، ملعقة صغيرة فاني ورشة تاع ملح وكأس صغير ربع سكر ومبشور قشور ليمونة. راح نطلعهم بالخلاط الكهربائي حتى يولي الخليط تاعنا اللون تاعو أبيض. ومن بعد رايحة نضيف كأس صغير ربع زيت، نخلط ونجيب النواشف. نغربل 2 كيسان فرينة وصاشي ونصف خميرة كيميائية. نخلط ونشوف العجينة، إذا لقيتها ما تلمتش رايحة نزيد نضيف الفرينة حتى تتلم العجينة وتكون طرية ماشي يابسة. أنايا لهنا في الوصفة تاع اليوم استعملت ولا دات لي حوالي 3 كيسان ونصف فرينة باه تلمت العجينة. ونغتنم الفرصة ونقول لكم إذا عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم خلوا لي رأيكم في التعليقات، وديروا لي جمع الفيديو وحاولوا تشاركوه مع أصدقائكم باه يطلع الفيديو ويشوفوه أكبر عدد من المشاهدين. ونكمل نضيف الفرينة ونجمع العجينة تاعي اللي لازم تكون طرية ماشي يابسة. ومن بعد نجيب السنيوة تاعي اللي المقاس تاعها 30 على 24، كنت فرشتها بورق الزبدة. ونقسم العجينة لجزئين، الجزء الكبير راح نطرحه في السنيوة والجزء الصغير من بعد راح نقول لكم واش نديروا به. هذا هو الجزء الكبير، راح نبدا نطرح فيه بهذه الطريقة. لازم يكون السطح تاعو متساوي في كل الجهات بهذا الشكل. والجزء الصغير اللي نقصته راح نضيف له ملعقه كبيره تاع فرينه ونشيحه ونلمو حتى وين تكون العجينه تاعي يابسه. ونغطيها وندخلها المجمد حوالي ربع ساعه وين تزيد تجمد مليح. ونجيب مربى المشماش ولا معجون المشماش الاسطوري اللي كامل حلوياتنا تاع زمان كانت به، ونشكل طبقه منه فوق العجينه اللي كنت طرحتها. ومن بعد راح نجيب العجينه اللي حطيتها في المجمد ونربيها فوق هذه الطبقه تاع المعجون. وندخل الكاطو تاعنا فرن ساخن على 180 حتى ل 200 درجة من الأسفل كي يطيب ونشوف الجوانب حمارو. نطفي عليه من الأسفل ونشعل من الفوق حتى تحمار العجينة. وهذه هي النتيجة النهائية تاع الكاطو تاعنا. نخليه يبرد ومن بعد نقطعه مربعات كيما زمان وبصحتكم.